هو الاهلي هيعمل ايه قدام بالميراس؟ بص، انت لو ما اتفرجتش على ماتش بورتو فانت فاتك كتير جدا بصراحه. متعه كرويه انما ايه عنب. المهم احنا هنعمل ايه معاهم، وزي ما احنا قلنا واتفقنا قبل كده بالميراس اتقل بكتير جدا من انتر ميامي. وتقدر تتفرج على الحلقه اللي فاتت، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. المهم راس مال بالميراس هو الضغط العالي، شرسين جدا جدا في الضغط، وفي الاغلب بيضغطوا بحوالي 5 لعيبه، ووفقا طبعا لريبيرو هو بيحب يطلع بالكرة من تحت وبيحب الاستحواذ على الكرة. ده اللي احنا لاحظناه في الماتش اللي فات. فاحنا بقى حابين نتناقش شوية على طريقة اللعب. اولا انت خسرت امام عاشور اللي بيعرف يقف على الكرة والبرجل بتاعه واسع وبدنيا قوي جدا وتعرف تخرج عليه كمان في الكرة. وكمان خسرت كوكا، بس ده ممكن يتعوض عادي. وهنا بقى يجي الكلام. من وجهة نظري كوكا لازم يتعوض بمصطفى العش. محدش يقول لي يحيى عطية الله وكريم الدبيس مع احترامي الشديد ليهم. ليه بقى؟ عشان كورته حلوة جدا وتعرف تطلع عليه. ومين هيلعب جنب العش؟ من وجهة نظري بيكهام طبعا، يلعب مكان ياسر ابراهيم، لانه افضل واحد في الرباعي كله اللي بيحاول يباصي صح وبيباصي لقدام وبيقدر يكسر الخطوط بالكرة اللي قدام. كورته اعلى بكتير جدا من ياسر ابراهيم، وانت هتبقى محتاج ده لو لعبت على الاستحواذ والطلوع بالكرة من تحت زي الماتش اللي فات. نيجي بقى للسيناريو التاني، وهو انك هتلعب كرة طويلة بدلا من انك تخرج بالكرة من تحت. ودي برضو ليها ميزة. اولا انت هتضرب فيها 4-5 لعيبة من بالميراس مرة واحدة كده. وهنا بقى برضو نيجي لنوعية اللعيبة. لو هنعتمد على الكور الطويلة فانا بفضل جراديشار مكان وسام، بسبب انه جسمانيا افضل بكتير وهيعرف يحجز على الكورة بشكل كبير كمان. وهنا يجي دور الثلاثي المرعب اللي هيكونوا تحت الكورة اللي يقدروا يساعدوك في حاجة زي كده. اولا محمد علي بن رمضان دوره هيبقى مهم جدا في مرحلة ان انت تطلع على الكرة الطويلة. ليه؟ لانه هيقدر يستلم الكرة التانية من جراديشار وبسبب الكواليتي العالي بتاعه طبعا. انا بقى بفضل ان الجناحين هما زيزو وتريزيجيه. محدش يفكر في اي حاجة تانية يا جماعة، ده احسن حل. لان بن رمضان بصير كويس قوي، كورته عالية جدا، هيعمل مرتدات ما حصلتش. مع انطلاقات تريزيجيه وزيزو يقدروا يعملوا جبهات تهدد بالميراس بشكل كبير جدا جدا جدا. طبعا مع زيادة محمد هاني مع زيزو، ثبات العش في الخط الخلفي، زيادة حمدي فتحي في قلب ال18، فده هيبقى افضل شكل بالنسبة لي. وكل ده احنا بنتكلم تكتيكيا من وجهة نظر انا طبعا في الهجوم وفي المرتدات، بس لسه في بلاوي في الدفاع، بس مش مهم دلوقتي. انا عايز اسمع رأيك انت، وقول لي ايه افضل تشكيلة يلعب بيها الاهلي قصاد بالميراس بعد غياب امام عاشور وكوكا طبعا. مستنيكم في الكومنتات. سلام.